السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض أسهل حاجة ممكن تتعمل لما يطب علينا ضيوف على غفلة. طعمها وشكلها عجب، ودي مش محتاجة 200 مكون علشان نقدر نعملها، أو بمعنى أصح أي حاجة موجودة عندكم نقدر نحطها فيها عادي خالص. الكوبايات اللي زي دي بتتباع بره في الكافيهات بفلوس كتير قد كده اهو. يلا بقى قبل ما نبدأ، لو أول مرة تشوفوني أنا إني الشاهي، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وشير لو حبيتوا الفيديو. ويلا بينا نبدأ على طول. اول حاجه هنجيب اي نوع بسكوت موجود عندنا، سواء ساده او بالشوكولاته او ويفر حتى، او حتى لو عندنا كيكه بايته وناشفه كده ومحدش عايز ياكلها ممكن كمان نستخدمها. هنكسروه حتت صغيره ونخليه على جنب. وبعدين هاخد كوبايه كريم شانتيه خام، وهحط عليها معلقه كبيره من السكر البودره او معلقتين على حسب ما بتحبوا السكر بيبقى عامل ازاي. وبعدين بحط عليهم لبن ساقع متلج، وبعد كده هضربهم بالمضرب اليدوي. انا كنت هنا محضره المضرب الكهرباء بس ما رضيتش استخدمه عشان اللي ما عندوش يعرف انه سهل ازاي نضرب الكريمه بالمضرب اليدوي العادي. بس اهم حاجه لو هنعملها بالمضرب اليدوي العادي يكون اللبن ساقع متلج زي ما قلنا، وايدينا تكون سريعه واحنا بنضرب علشان يربط معانا بسرعه. واللبن كمان مش بنحطه مره واحده، لا احنا بنحط شويه بشويه، وكل ما بتتقل بنزود تاني. لو حطينا اللبن كله مره واحده الكريمه مش هتتقل معانا وهتبقى سايله خالص وهتبوظ، فعلشان كده بزود شويه بشويه لغايه لما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. خلصنا بقى الكريمه وكسرنا البسكوت نخليهم على جنب. بعد كده نجيب اي نوع فاكهه عندنا. انا استخدمت هنا عندي فراوله، ممكن تحطوا اي حاجه موجوده عندكم، بس لو حاجه لونها بيتغير بسرعه زي الموز نحطها قبل التقديم على طول. دلوقتي بقى نجيب الكوبايات بتاعتنا ونحط في كل واحده فيها شويه من البسكوت اللي احنا كسرناه، او الكيكه اللي احنا مثلا نشفت عندنا وهنستخدموها. وبعد كده بحط فوقيها شويه من الفراوله او الفاكهه اللي احنا هنستخدموها. وبعد كده بحط فيها شويه كريم شانتيه من اللي احنا ضربناه. انا حطيت بس الكريم شانتيه في الكيس علشان اقدر ادخله جوه الكوبايه بسهوله، يكون شكله كويس من غير لحواسه الكوبايات من بره. وبعد كده بحط بسكوت تاني، وبعد كده بحط شويه فراوله تاني وشويه كريمه تاني، يعني بعملها طبقات كده زي ما انتم شايفين. وفي الاخر برش شويه من البسكوت المطحون على الوش وبزينه بواحده فراولايه. ممكن بقى تدوروا على اي حاجه عندكم في التلاجة ولا في اي درج هنا ولا هنا، زي مثلا شويه سوداني ولا مكسرات يكونوا مستخبيين كده هنا ولا هنا، او نسيح شويه شوكولاته ونحطهم برده، يعني ندور على الموجود عندنا ونحطه. وفي الاخر هنلاقي نفسنا كده طلعنا حاجه اوعى بقى. في المحلات والكافيهات الحاجات دي بتتباع غاليه قوي، احنا عملناها بحاجات بسيطه موجوده عندنا. لو حبيتوا الفيديو اعملوا لي لايك وشير، واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي، وباي باي.